فايزة محمد ذيب حمدو، مواليد ال80 من محافظة الحسكة. يعني فترة مرضت فجأة، يعني وإنه ما بي شيء، مرضت صار يعني هو مرض نسائي. رحت على الدكتور سألني على عمري، قلت له على عمري إنه مواليد 80. قال والله صغيرة حرام، يعني هذا الحكي من 6 سنين. خيته أبعتك على الشام، وبالشام أزبط. رحت على الشام على أول دكتور، طلب مني تحليل، يعني ما انطاني أي نتيجة ولا شيء. راسا قال لي بدك عملية، ما ثبتت عليه. رحت على دكتور ثاني نفس الكلام. رحت على الدكتورة الوحيدة طلبت مني تحاليل نظامية. يوم اللي رحنا عملنا التحليل قال لي انت معك مو ورم، أورام صاير على بيت الرحم. قال لي منو اللي قال لك ورم؟ هي صايرة أورام، كتل داير ما يدور الرحم. والحمد لله يعني صحيح بنفس الوقت انهاريت يعني لحالي كنت، ما حدا معاي. يوم اللي خبرت عيلتي يعني حسيت حالي اني اريد اموت. يعني طلبت انهم يسامحوني ويدعوا لي. قال لي اعمل لك العملية وان شاء الله وضعك يصير ممتاز، لانه انا مو المرض اللي معاي ذكر مو انثى. أسرع الأنثى ينثر بالجسم، الذكر يثبت، يعني يضل واقف في مطرح واحد. عملت العملية والحمد لله يعني شفت نتيجة شوية منها. أول سنة يعني ضليت منهارة وعصبية بالبيت، أعصب على أدنى شغلة من كانت. بعدين أخذت الأمور طبيعية، يعني صرت أروح كل 6 أشهر أو كل سنة أطلع على الشام. الدكتور صار ينطيني أوبر وقاية. أوبر وقاية هاي تيجي من لبنان، هم يجيبونها طبعا على حسابنا احنا. والحمد لله صرت اخذها ووضعي الحمد لله ممتاز. وانا قاومت للمرض حيل، ما نمت لفراش نهائيا. فترة العملية ما نمت، لانه قلت لهم انا ما اموت وانا نايمة، اذا بدي الله يموتني يموتني وانا صاحية وعلى حيلي. ولا اشتغل بالمطاعم، انا شيف مطعم، والمطاعم كلها الحمد لله تعرفني وتحمد من شغلي والحمد لله. وانا ما خليت المرض هو يكسر علي، انا كسرته والحمد لله. يعني شايفه وضعي من احلى ما يكون، واسعين اشتغل، ويعني انا اعالج نفسي، ما خليت حدا يعالجني ولا طلبت من حدا شيء. الحمد لله اشتغل من شغلي اعالج حالي. ومثل ما انت شايفه الحمد لله وضعي كويس. وانصح كل وحده او كل واحد انه معاه مرض لا يخلي المرض هو يرميه، لازم المرض هو يرمي المرض بالذات. ولأنه المرض نفسية، بس واحد يتعب نفسيته خلاص، يعني تمرضين من نفسية تمرضين. بس الحمد لله أنا مثل ما أنك شايفة وضعي ممتاز، وأطلع وأروح وآجي وأمور طبيعية، يعني ولا أنا نسيانته بالأصل يعني. أو الحمد لله كل 6 أشهر أحيانا سنة يعني تا أضرب الإبرة ما يأثر. بس صار لي اليوم هاي أنا صار لي تقريبا 6 سنين والحمد لله من أحلى ما يكون. وأنا ما أخذ كيماوي، أخذت كيماوي بعد العملية بس مرة واحدة، بعدها صرت أخذ وقاية. طبعا كل ما تروحين يعني الإبرة تغلى أكثر. آخر مرة ضربت الإبرة يعني تقريبا ب1,800,000 هاي جبناها مع الدكتور، ومع وصولها يعني وصلت لل2,000,000. الدعم النفسي أنا اللي تلقيته أكثر من أي حدا. يعني صرت أسمع شغلات قدامي إني أنا مو معد أخلف، إنه طراطيش حكي، تعرفين أنت أنا عندي 3 أولاد بس. بعدين خليت الأمور طبيعية، ما عاد أهتم لأي إنسان. إذا حتى أسمع الحكي بأذاني وأحكي ويسمعون ناس تقول حرام وما أعرف إيش، وناس تقول، أنا ما اهتميت لهالشيء هذا نهائيا. والحمد لله ما كسرني، أنا كسرته. المرض صاير هو نوعين. هلق في الأنثى تنشر بالجسم، ايش قد ما شلتيها تنبت تفرع بالجسم كلياته، بس الذكر يظل ثابت. هسه أنا نوع الذكر ثابت بمطرح واحد، لأنه استأصلنا زاد والحمد لله. يعني حتى الدكتور قال لي خلص حياة طبيعية ولا تأكلين هم، يعني بس إنه ما عاد أخلف
هاي هي، ما عندي شيء الحمد لله امرض منه. ولو انه شوي عندي صارت شغلات بعد العمليه ثبتت عندي، هلق السكر والضغط ثبت عندي، كان هيشت في مراحل وأسا ثبت عندي احيانا على حاله انزعاج وهاي، بس اني ما اظهر لحدا. يرتفع سكري ل 300 350 يوصل لل 400 وشوي. بس واحد انه يخاف من جرح، عمليه ممنوع الي لانه جرح يصير. من فتره ردت اعمل حجامه، ما قبل الدكتور، قال لي تبرعي بالدم ولا تعملين حجامه. هسه اتبرع كل فتره، اتبرع بالدم، اروح هنا على المشفى اتبرع بالدم، بس قال لي حجامه ما انصح، لانه الحجامه بدا يصير جرح بالشفره. إيه، بما انه زاد انا معي السكر بده شوي يصير صعب علي. هلق من فتره وجت رجلي احترقت بالزيت، الى امبارح طاب مني الجرح، يعني عمل حيل علي، التهب. بس اخذت له علاج الحمد لله وتحسنت. هسه تحسنت رجلي ما بيها شيء. الادويه مو كل ادويه اقدر اخذ، مو كل ادويه، استعين بحبوب ما اقدر اخذها. مسكنات عادي اقدر اخذ المسكنات يوم احس حالي عندي وجع صحيح، يعني استعين ما يخلى الامر انه بلا وجع، يعني انا دائما عندي وجع بس ما يعني اهتم له زياده، اخذ مسكنات الحمد لله يصير عندي امور طبيعيه. ابي ادويه منعني الدكتور عنها، يعني استعين مثل ابره الدكلوم، يعني قال لي بالشهر تقدرين تاخذين بس ابرتين، اكثر ما يصير. مثلا استمراري اسعى ناس تاخذها مثلا كل ما تحس عندها وجع تاخذها، انا ما اقدر، بالشهر يحق لي ابرتين. الحب الالتهابات اخذه بس مو كل حب يعني اخذه. كل شيء عندي بيصير بيه حمضيات ما يصير انا اخذها، يعني دائما اعالج حالي بالاعشاب الطبيه مثل البابونج، الزهورات، هاي على طول عندي موجوده بالبيت. يعني حتى هاي يعني عمل مثل ما تقولين بدال ما اجيب معقمات، ايه اعقم حالي بالبابونج، اغليه واعقم حالي بيه احسن، يعني احسن لي من الادويه. الاعشاب الطبيه احسن، يعني استعملها على طول عندي، ما اقطعها من البيت. بس شفت حالها صار عندي شوي بمراهم ممنعني عنها، بها مواد كيماويه، بمراهم بها تزيد يعني ما دام تزيد عندك النسبه زياده وبيها ماده كيماويه ما يمشي الحال. بقى اما استعمل البابونج، يعني التهابات نسائيه كل العالم تصير عندها، اي انا استعمل البابونج، ما استعمل ابراهم لانه باغلبيه البراهم تجي بيها مواد كيماوي. انصح كل انسان، كل وحده مثلا مراه او زلمه، اكثر شيء النساء يصير بيها مثل سرطان الثدي، سرطان النسائي، يعني انصح كل وحده ما ترمي حالها للمرض. والحمد لله يعني المرض بس انت رميتي حالك هو بده يزيد عليك اكثر، وخصوصا هذا المرض يعني فلان خبيث، مرض خبيث هذا. إيه طالما انت مقاومه به هو اللي ينهزم منك، مو يجي لعندك. والحمد لله انا هدين وضعي مثل ما انت شايفه. صحيح ما اقول لك اول، قلت لك اول 3 سنين شوي صارت عندي تضاعفات، من شعري هلس، حواجبي، رموشي، والحمد لله هسه يعني كله الحمد لله طلع من احلى ما يكون. شعري شويه يعني صحيح خفيف بس الحمد لله يعني ما عاد اشكي من شيء. بس فتره كل اللي كنت اخذه قبل ظهر عندي براسي، صار يطلع عندي خراجات براسي، صار خراج يطلع لي تحت الرقبه ويطلع لي هون، طلع لي اول خراج بنص راسي، عملناه مرتين جراحي، بعدين ورا اذاني، وفتره طلع هون بين طلعت 3 بنفس المطرح، تحت رقبتي وورا اذاني وهون. يعني صرت يوم اللي انام ما اقدر انام صراحه، اذا بدي انام وانا قاعده ما انام، على يعني احط مخدات 3 وبس اقدر هيك، بس انه شيء انه ما يلخ وقام سألني، قلت للدكتور قال لي معلش هاي كلها تظهر من الجسم، بس حيل اثرت معي، يعني فتره نزل حتى على عيوني. اول قبل ما اعرف بالمرض نزل على عيني، طلع لي الخراج
نزل كله على وجهي، عيني كلياتها ما عاد اشوف بيها لانه ورمت ونزل. قال لي هذا انت اول بدايته وانت ما كنتي حاسه به. على ظهرة الخراجات صار يطلع عندي، لانه احنا ما كنا نعرف هالشيء هذا. يعني حتى النسوان اللي ما عندها شيء لازم تروح تفحص حالها وتنتبه على حالها من ادنى شغله، لانه احنا النسوان مو مثل الزلم، احنا النسوان معرضين لشغلات كثيره، وبالعكس احنا نقاوم اكثر من الزلمه. مقاومه السرطان اللي يصير بالنسوان اكثر من مقاومه الزلم. احنا جسمنا قوي لانه نخلف ويصير عندنا ولادات ورضاعه وشيء، ما حد يعني هذا كلياته يطلع من الجسم. والله احب انصح النساء عامه، يعني اللي حاسه بمرض ولا مو حاسه لازم تروح تفحص حالها، الوقايه احسن من علاج، والراحه النفسيه بالبيت زاد كمان تلعب دورها. اللي الله كاتبه يصير، وما حد يموت ناقص عمر، ما حد يموت الا بيومه. انا صار عندي هالشيء هذا لاني متت 3 مرات. انا عندي ولد توفى قبل ما يصير بي المرض، حملت بولد وتوفى ببطني قبل ولادتي بنهار، صار عندي ارتفاع سكر وضغط، ووقعوا على اوراق موتي مشفى الوطني. وقعوا على اوراق موتي، راح يجوا يشيلوني، متت يعني من النزيف متت، والحمد لله صحيت منه. وبعد والعمليه اللي استأصلوا لي الرحم دخلت بغيبوبه 6 ساعات، والحمد لله صحيت منها. وما حد يموت ناقص عمر الا بيومه. قلت لهم انا ما عاد اخاف من الموت، كنت اخاف من الموت بس هسه على الموت ما اخاف منه، جوز هو يخاف مني الموت. الحمد لله.